اخطر مرة واكفس مرة والله ينجينا وينجيك من هذا النوع هذا هي المرأة النكدية، المرأة السليطة اللسان، المرأة اللي نكارة، المرأة اللي كتبقى هي تغوت، المرأة اللي كتخسر الهضره مع راجلها، المرأة اللي اي حاجه تحط صبعها على الراجل وتبقى تغوت وتبقى تخسر الهضره وتبقى بحال هاد النوع. واش اختي ما كتفكريش في وليداتك؟ ما كتفكريش في عائلتك؟ ما كتفكريش في الراجل اللي رباك شنو غيقولوا عليه الناس؟ او نخليو داك الراجل اللي رباك تهنى منك؟ ما كتفكريش في ديك الوليدات اللي عندك اللي كيشوفوك كتخاصمي ديما انتي وباهم وكتغاوتي وكتخسري الهضره وكديري؟ خاصك يا اختي تعرفي بان بناتك غيخرجوا خايبات وغيخرجوا قاصحات، وولادك غيخرجوا ناقصين الشخصيه بكثره الخوف وبكثره اللي كيشوفوا امهم كتغوت وبكثره اللي كيشوفوا امهم كتعاير الهضره اللي ما خاصهاش تعاير والمراه اللي ما خاصهاش تعاير، وبكثره يوليو يمشيو عند العيالات يوليو يخافوا منهم لان انت دوزتي عليهم الدكاكه ديك الغوات وديك كي غنقولها لك ديك الغوات وديك تخسر الهضره راه ماشي كديري به الراجل، الا راه كتمرضي به ولادك، راه كتنقصي من شخصيتك، راه في الزنقه راه ماشي يقولوا الله يعمر دار، راه يقولوا الله يخليها سلعه، او اللي حنا مع من معاشرين، او اللي شكون جيراننا، يولي يشوف كلشي ويهرب منك. هذيك عاد خلي عائلتك راه تهناو منك وبعدوا منك وقالوا الله الحمد لله ملي هزا داك الراجل علينا. ولكن المشكله هو ديك الراجل اللي طاح في كارثه. الله ينجينا وينجيكم من هذا النوع.